برنامج الجولة 25 من البطولة الاحترافية إنوي موسم 2025-2026 الأربعاء والخميس 17 و18 من يونيو 2026. صدام مباشر بين أطماع الصدارة وكوابيس الهبوط. تستأنف منافسة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إنوي قسم الصفوة يوم الأربعاء والخميس 17 و18 من يونيو 2026 بمباريات الجولة 25 التي تعد من أقوى وأكثر الجولات إثارة في الموسم الحالي. جولة تجمع بين صراع فرق المقدمة على اللقب وصراع فرق أسفل الترتيب على البقاء، وتبرز فيها مواجهتان كبيرتان: الجيش الملكي أمام أولمبيك تشيرا، ونهضة بركان أمام أولمبيك آسفية. يوم الأربعاء 17 من يونيو 2026 4 مباريات في توقيت موحد الساعة 4 زوالا. تنطلق 4 مواجهات في توقيت واحد عند 4 زوالا. سيناريو يزيد من حرارة المنافسة. المغرب الفاس يستقبل الدفاع الحسني الجديدي، مباراة نارية يحتضنها ملعب فاس الكبير. المغرب الفاس يبحث عن 3 نقاط ثمينة لتعويض النقاط التي ضاعت منه في مباراتي الجيش الملكي والفتح الرباطي، حيث اكتفى بالتعادل في المواجهتين. الماس يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلفه صدارة الترتيب. في الجهة المقابلة الدفاع الحسني الجديدي سيبحث على الأقل عن نقطة واحدة من قلب فاس لتأمين موقعه في وسط الترتيب ومواصلة مسيرته الإيجابية بعيدا عن الضغوط. نهضة زمامرة يستقبل الرجاء الرياضي، مباراة نارية ومثيرة تجمع بين متناقضين. في الأهداف الرجاء البيضاوي يدخل اللقاء وعينه على الفوز وتعويض النقاط المهدورة والعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على لقب البطولة. أما نهضة زمامرة فلن يفرط في الفوز على أرضه وبين جماهيره، فهو يبحث عن 3 نقاط تبقيه بعيدا عن شبح النزول وتمنحه هامش أمان أكبر في سباق البقاء. الكوكب المراكشي يستقبل اتحاد طنجة، مباراة متكافئة تجمع بين فريقين يحتلان وسط الترتيب. كل فريق يبحث عن 3 نقاط من أجل استقرار الابتعاد نهائيا عن مناطق الخطر. الكوكب المراكشي يحتل المرتبة التاسعة برصيد 30 نقطة، بينما اتحاد طنجة يحتل المرتبة العاشرة ب29 نقطة. الفوارق النقطية البسيطة تمنح المواجهة طابعا ندية وصراع مباشر على مركز الأفضل. اتحاد توارغا يستقبل النادي المكناسي، مباراة قوية على أرضية ملعب اتحاد توارغا. صاحب الأرض لا يفرط في 3 نقاط على ملعبه، فالفوز هو طوق النجاة الوحيد للخروج من منطقة الهبوط وتجديد الأمل في البقاء. أما النادي المكناسي فيدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة وسيبحث عن الفوز لتسلق سلم الترتيب وتحسين مركزه في النصف الأول من جدول الترتيب. يوم الخميس 18 من يونيو 2026 ختام الجولة برباعية ساخنة على الساعة 3 زوالا. تختتم الجولة ب4 مباريات قوية تنطلق جميعها في توقيت واحد عند 3 زوالا. اتحاد يعقوب المنصور يستقبل حسنية أكادير، قمة أسفل الترتيب، مواجهة مصيرية بامتياز. اتحاد يعقوب المنصور يحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وفي المقابل حسنية أكادير يحتل المرتبة 12 ب 27 نقطة. أي خسارة لأي فريق ستكلفه الكثير، خصوصا اتحاد يعقوب المنصور الذي يعيش تحت الضغط شبح النزول المباشر، لذلك الفوز هو الخيار الوحيد لكلا الطرفين. أولمبيك تشيرا يستقبل الجيش الملكي، صدام القمة بأسفل الترتيب، مباراة قوية تحمل في طياتها الكثير من التناقضات. فريق في المقدمة يواجه فريقا في أسفل الترتيب. الجيش الملكي يريد الفوز ولا بديل عنه للبقاء في دائرة المقدمة والضغط على المتصدر والاستمرار في سباق اللقب. أما أولمبيك تشيرا فيبحث عن 3 نقاط ثمينة للهروب من شبح النزول إلى القسم الثاني وتضييق الخناق على فروق الوسط. نهضة بركان يستقبل أولمبيك آسفية، مباراة نارية ومثيرة تجمع بين الطموح والخوف. نهضة بركان يبحث عن 3 نقاط كاملة للبقاء في المطاردة المباشرة على اللقب وتأكيد حضوره القوي في سباق الصدارة.
في المقابل أولمبيك آسف يريد الفوز والتخلص من شبح النزول الذي يلاحقه جولة بعد أخرى، ويدرك أن أي نقطة من بركان ستكون بمثابة انتصار معنوي كبير. الوداد الرياضي يستقبل الفتح الرباطي، مباراة قوية تختتم بها الجولة، والوداد الرياضي يبحث عن الفوز وتعويض نزيف النقاط الذي ضاعت منه في المباريات الأخيرة لكي يعود بقوة إلى المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع فروق المقدمة. أما الفتح الرباطي فيبحث عن الفوز من أجل الاستقرار في النتائج وتثبيت أقدامه في مركز مريح في